اهلا بيكم ووزير الاسكان ووزارة الاسكان. زي ما وعدناكم ان الفترة دي هتبقى مليانة اطروحات جديدة وطرح لشقق بانواع مختلفة، محدودي دخل وقلنا متوسط دخل وجنة مصر وسكن مصر. قلنا الفترة دي هتبقى مليانة بطرح كبير بجميع انواع الشقق. فعلا تم طرح انواع شقق جديدة اسمها اسكان ساحلي متميز، وطرح بعض من الشقق جنة مصر، وطرح بعض من الشقق اللي هي سكن مصر. لو انت مهتم يبقى تابعني في الحلقة دي وهفهمك ايه بالظبط كل اللي انت مطلوب منك عشان تحجز هذه الشقق، وهقول لك ايه هي الاماكن، وهقول لك ازاي تعمل ايه عشان خاطر تقدر ان انت تستفاد بكل الحاجات اللي بتنزل من وزارة الاسكان. اول حاجه وزير الاسكان طلع وطلع اعلان رسمي. ده يا جماعه دي مش توقعات، لا ده اعلان رسمي من وزاره الاسكان ان تم اتاحه شقق لاسكان ساحلي متميز وسكن مصر وجنه مصر في اماكن معينه، وحدد كل مكان فيه كام وحده بالظبط، وهنقول لك ازاي تحجز هذه الوحدات. بس اعرف الاول كل مكان فيه ايه بالظبط. طرح اول حاجه مدينه رشيد الجديده، ودي فيها 144 وحده سكنيه، وده اللي هو الاسكان الساحلي المتميز. في المنصوره الجديده ودي فيها 288 وحده، وده برضو يا جماعه اسكان ساحلي متميز وجنه مصر ودار مصر. في عندك ناصر غرب اسيوط، دي مدينه ناصر الجديده، دي حضرتك في الصعيد غرب اسيوط، دي منزل فيها 192 شقة. في بعد كده منزل لنا شقق في غرب قنا، منزل 144 شقة. في بعد كده نازل لينا ملاوي الجديدة، نازل 148 شقة. طب واحد دلوقتي هيقول ايه ده؟ امال فين القاهرة والجيزة ودار مصر؟ اقول لك ما هي بتنزل يا جماعه مراحل. يعني ايه؟ يعني المره دي بينزل المدن دي، تبص تلاقي ممكن كمان شهر ولا حاجه ينزل مدن تانية. ليه؟ لان المفروض دار مصر وسكن مصر وجنه مصر والاعلانات دي كلها والاسكان المتميز واللي هو الساحلي، الاعلانات دي مش مدعمه من الدوله فبتطرح، ولكن طبعا هو دول المتبقيين في هذه المدن، دول المتبقيين والمتاحين للحجز. وخلي بالكم ده حجز فوري. يعني ايه فوري؟ يعني حضرتك هنا طريقة الحجز هل هتبقى بقى بتقدم طلب ويحجز على النت ويخش الميعاد الفلاني وتدفع 100,000 مش عارف؟ لا يا فندم، الامر يختلف خالص. كراسات الشروط بتاعتها انا هنزلها لكم على البيج دي وعلى القناه بتاعتنا، هنزل لكم الكراسات الموجوده دي. نقطه تاني نقطه هنزل لكم برضو ازاي ان انت يعني في حاله ان لو اكتر من واحد مقدم على الوحده دي تعمل ايه. بس المهم قوي تعرف ان انت كل مدينه من دول لو انت عايز تحجز شقق من هذه الشقق، حضرتك بتروح من اول يوم الاحد 15/10، حضرتك تقدر تتوجه لاي جهاز مدينه من هذه المدن، وحضرتك ساعتها تقدر ان انت تحجز حجز فوري. يعني حضرتك هيقول لك المقدم بقى اللي موجود في كراسة الشروط، حضرتك هتدفع المقدم بتاع جدية الحجز. ولما هما بس الحاجة الوحيدة اللي ممكن يقول لك استنى شوية ان حضرتك اكتر من واحد يحجز نفس الوحدة. يعني انت مثلا دلوقتي اخترت الوحدة رقم 5 في العمارة رقم 23 مش عارف ايه، فحضرتك لقيت 10 مقدمين على نفس الوحدة، فحضرتك بيحصل ايه؟ حضرتك بيحصل قرعة علنية على كل وحدة من هذه الوحدات. طبعا كلام مهم جدا وكلام اللي حابب يحجز في هذه المدن في هذه الوحدات المميزة. وكلنا عارفين مستوى التشطيب بتاع جنة مصر هو أعلى مستوى تشطيب في مصر، ومستوى تشطيب اللي هو في الإسكان الساحلي وسكن مصر. ده بالنسبة لي. طب حضرتك أنت هنا هتروح لكل جهاز مدينة وانت معاك كراسة الشروط اللي حضرتك المفروض هتشوفها على صفحتنا وعلى قناتنا. حضرتك تحدد انت عايز ايه بالظبط، وعايز اي وحدة بالظبط، وهتدفع مقدم كام يكون معاك، لان ممكن هيبقى بقى ايه هنا تحويل بنكي على رقم حساب هو هيحددولك. مش زي الاول كان رقم حساب بتاع بنك الاسكان والتعمير،
كلام في غاية الأهمية وكلام مهم جدا، ويتمنى كل الناس اللي هي مهتمية بهذه المشروعات ومهتمية بهذه الأماكن لا تتأخر، لأن احنا في موجة غلاء أسعار جامدة جدا بالنسبة لمشروعات الإسكان. أتمنى كل الناس اللي هي بتتابعني ومهتمية بالموضوع ده تبتدي تتحرك وتبتدي تنزل كراسة الشروط اللي احنا هننزلها، وتبتدي بعد كده تكمل اجراءاتها وتروح لجهاز المدينه وتعمل طلب حجز للوحده، وان شاء الله تحصل على الوحده اللي هي عايزاها. ده بالنسبه لاخر اعلان شقق بالنسبه للاسكان اللي هو الساحلي المميز وسكن مصر وجنه مصر. كل الخير لكل الناس اللي بتتابعنا، وان شاء الله الفتره دي مليانه اعلانات، ان كان اعلان تكميلي وكانوا بيقولوا في اعلان محدود الدخل، ولكن الكلام كل شويه بيتغير، ولكن هنجيب لكم كل التفاصيل الخاصه بالموضوع ده. خلينا مع بعض كده نتابع الفتره اللي جايه دي من هنا لغايه اخر العام، ان شاء الله يكون في اخبار ساره لجميع فئات المجتمع ولكل الفئات اللي هي محتاجه شقه، ان شاء الله تقدر يكون ليها شقه الفتره القادمه. نشوفكم على خير، شكرا ليكم والى اللقاء كل متابعينا الكرام.